عاملين عليك يا اخواتي، عاملين عليكم يا اخواتي. اهلا وسهلا بكم النهارده. هنتمرن النهارده، واخيرا هيجي معانا يعني يتكرم ويتمرن معانا. النهارده هتبقى تمرينة كتف، وممكن نخش معاها صدر، بس يا ايه اسطى انا ما ركبتش معاك لسه يا اسطى. عادي 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 نكمل عادي. انتوا اخواتنا يعني مننا وعلينا. التمرينه هو طول ما هو عمل لي قهوه من عنده، والقهوه الصراحه حلوه لحد ما فالنهارده هتبقى تمرينه ان شاء الله، تمرين الكتف، وممكن نخش معاه صدر، وممكن ايه لا يعني ممكن فاكس يعني. بس التمرينه هتبقى حلوه عشان احمد يعني هيفضل يضحكنا طول الوقت وكده. ميرسي. كان نفسي اجيب لكم محمد عصام، بس للاسف يعني إصابة هو دلوقتي عضلية. بيتجوز. اصابه عضليه. عنده تعثر. لكن ما علينا. كنت كان في واحد قال لي ان اللي انا مثلا ادي نصايح او حاجه زي كده، وشخص قريب مني يعني وكده. فالصراحه انا هبقى اديكم نصايح في نص التمرين، والتمرينه ممكن تبقى مختلفه شويه، واي غلطات ان شاء الله كانت موجوده هصلحها يعني، ما تقلقوش لوجه الله عشان ابسطكم يعني، وعشان تتابعوني. يا ريت تتابعوني يعني، عشان يعني ايه يعني مثلا الراجل ده يتعرف، هو عايز يبقى ستريم. انا عايز امرن الناس، عايز اضحك الناس الصراحه يعني وكده. فنجرب كله في الاستريم. بالظبط. استنوا بقى جوه الجيم ان شاء الله. اقفل يا ابني. النهارده احنا خلاص دخلنا التمرين يعني وكده، واول تمرين يعني في الجيم ده، ودي هتبقى ان شاء الله احتمال تبقى اخر تمرين بسبب ان الجيم مش متاح في التصوير، بسبب زي ما بيقولوا جهل الناس، حاجات زي كده، او جهل معرفي، قله معرفه يعني. والمشكله اللي انا مش بجح قوي اللي انا اقعد اصور والكلام من ده، والناس تقعد تبص لي الصراحه يعني. انا بتحرج جدا وغير فاشل جدا في التصوير يعني. انا بقولها كده علنا في نص الجيم يعني قدام الناس، ويا ريت الناس تفهم حاجه زي كده يعني. ان يا جماعه والله العظيم خليك في تمرينتك وخليك في حالك يعني. وان شاء الله احنا دلوقتي هنبدا كتف خلفي. وللعلم اي حد طبيعي او بيتمرن طبيعي يا ريت يبدا بالكتف الخلفي، عشان الكتف الخلفي من اصعب العضلات اللي بتكبر اساسا. ممكن الجانبي سهل اللي هو يكبر، مع ممكن بعد 5 شهور انتظام عليه هيكبر، لكن الكتف الخلفي اصعب شويه. فيا ريت تبداوا في اول تمرينك تبقى كتف خلفي على طول. ماشي يلا. في التمرين ده بالذات انت ما ينفعش تفصل كتفك الخلفي عن ان هو يشتغل يعني. مثلا لازم يكون على طول شغال يعني، ما ينفعش توقف او تخلي الجهاز خلاص يعني تريحت دراعك يعني وترجع تشد تاني كده، تحس ان ما استفدتش حاجه في التمرين. انما طول ما هو مستمر على اللي هو الاجهاد بيجي عليه، او الفشل الدمج بيجي عليه، ده بيخليه يبعت اشارات اكتر ان هو يكبر يعني، او المصل الدمج بتيجي يعني. تبارك خش يلا. اوه شود. لسه فيه ما شاء الله. عاش عليكم يا اخواتي. الصراحه الجيم هنا صعب اللي انت تصور فيه، بسبب ان في كميه اطفال
عيال صغيره كتير قوي عيال فيها، او صغيرة ممكن عشان الساعه دي وبرضه يعني. في كبار عيال صغيره. وفي نفس الوقت والله العظيم. بس هي تمرينه كويسه والله يعني. يعني هو انا مش فاهم حاجه، احنا يعني بنعمل حاجه عاديه مثلا ان بنصور عادي فاهم. هو فضول فاهم اللي هو ايه اللي بيحصل؟ لا عشان ليه بتعملوا ليه او ازاي لا عشان ايه انتوا مين؟ انت عارف اللي هو ايه، انتوا خليكم هنا، انتوا خليكم معانا، انتوا مش هتروحوا في حته. جدع مش جدع. هتروحوا في حته، انتوا حصل. معانا لحد ما نموت سوا، نموت حصل. سوا في الفقر حصل. والقرف فبرك على اللي. الجثه اللي جايه بقى. بس لا ان اتفضل. شاء الله يعني من ضمنهم بس ان شاء الله يعني هتبقى تمرينه حلوه يعني، هكملها. هتكمل، لازم تكمل باذن مش الله. هسيب التمرينه غير لما تخلص برضه يعني. هو فلوق بقى عيان النهارده شويه بس يعني هنحاول نطيبه بسبب شويه. والله الامتحانات كان زماني رحت جيم كويس جدا يعني، بس والله جيم هنا كويس كاجهزه وحاجات كتير بس. يعني شكل كويس لحد ما كتير بالنسبه للبلد، لكن حاسس. ان شاء الله هتبقى حلوه. تعالى تعالى تعالى. ارجع ورا السكه بقى. بس جنبك يلا. هتيجي. يلا اخويا علم. انا بالنسبه لي عادتين البيبي رابس اهم من التمرينه. ماشي. هني. انت عينيا. فاهم؟ في عدتين بيبي رابس كده لازم يكونوا اهم من التمرين يعني. عارف اللي هو ايه، بتتشيك هل التمرينه او المجموعه عدت على بالعدتين خير دول. ولا لا يعني. بالعدتين دول. بالنسبه لي والله بحس ان الفوليوم بتاعها بيبقى 50% و50% اصلا للست كلها. حصل. بس عايزين اصلا نصور مع بيج ياسمين. ما اتحبست يا راجل. والله العظيم. والله ما أعرف. والله يا ربنا يتولاها يعني. ربنا يفك الضيق. المهم احنا هنلعب اخر ست دروب ست. هنلعبها ايه 15 و10 يعني. انا اوزاني ضعيفه شويتين يعني بسبب كتف كله اللو بصعب. كالوري طبعا يعني، وانا شرحت لكم الموضوع ده تقريبا في اول الفلوج، ان ما ينفعش ايه تزود على نفسك الحمل وانت اساسا يعني مجهد ومش مركز ومتشتت. مفيش باور اصلا. يعني انا اساسا احتمال كبير ان انا ارفع الكالوري بتاعتي وكلها هيكون متكرب بسبب ان انا ما عدتش مركز وانا مش قادر، وانا اصلا انا بدرس، فالموضوع صعب جدا ان انا يعني اكمل في الدايت اساسا يعني. هو 5 6 7 ايام وارجع تاني، مش مشكله جسمي يكون كويس طول الوقت، والكلام ده انا بقوله لنفسي عشان انا زعلان وانا برفعهم اساسا يعني، برفع الكالوريز بتاعتي بس عادي يعني. اهم حاجه اللي انا اخلص سنيني على خير يعني، وتكون كلها سنين اللي هي محدده من الكليه يعني، ما يكونش حاجه محددها لنفسي يعني. كان بيقول لي هتاخد الكليه في كام سنه؟ السنه في سنتين. لا مش بقول له كده، بقول لي مش كليتك 4 خلص يلا عشان نجوزك و4 سنين. قلت له يابا كليتي 6 اساسا. روح كلم دكتور الشاذ يقول له معلش خليها لنا 4. او انا هخلص انا في 4، اخلص كل موادي السنه دي واللي بعدها بقى فاهم، خدها في سنه وربع كده. ادي بقى ما اعرفش انها فيها 8 سنين ولا حاجه. يلا تمام. يلا يا اخويا. سيبنا انا خش انا اخش بعد. ماشي. يلا يا اخويا. ان شاء الله. جميل يا اخويا، الله اكبر. اهم حاجه لازم تفصل الترابيس وانت بتتمرن. التمرين ده صعب قوي يعني، هي تتعلمها تقريبا في شهرين تقريبا. كمل بس لها ان شاء الله. لا ده انا بتلكك عشان اريح. يلا يا اخويا. انا عارف الدروب ان شاء الله. بس حلو قوي لنا في متابع النهارده في الجيم، يقول لي اتفرجت على الفيديو بتاعك النهارده. والله بسطني يا عم. احس كده حسيت ببهجه كده يا فاهم. انا لحظات كده. انا تتصور معايا؟ انت ما اتصورتش معايا ليه؟ والله يقول لي انا شفت الفيديو بتاعك، قلت له والله الله يخليك. انا حسيت ان انا الفيديو طلع ترند وانا مش واخد بالي.
يا عم كل في الشكر حاجة لاخويا كمان، يا عم والله وحبيب الدروب ست قلبي. مش صح، لكن انا بعمله لسبب واحد، هو سبب نفسي. هو دروب ست مش صح قوي، هو عادي تمام، هو مش هيعمل حاجه زياده، لكن هو على قد ما هو ممكن يعمل يعني انكريز المسلز، بس للاسف هو ما بيعملش كده يعني، بس هو بيديني حاجه نفسيه ان انا ايه عملت في التمرينه، او زودت التمرينه وجدت نفسك اكتر. بالظبط. لكن مش هو مش ملوش افاده كبيره يعني، او ملوش افاده اساسا يعني بس هي عارف اللي هو ايه، ايجو ليفتنج يعني. خش بالراحه بقى. لا لا حلو قوي قوي كده، انا ما لعبتش 15 اصلا من بالراحه زمان. بقى على الهبد بقى عشان لا يا عم بقى حد يتكلم معايا بقى، انا هقوم سايب لهم الجيم وماشي. انا عايز اعيط بطلع اعيط. انا ومعمر واحنا عايزين نقعد. والله انا ماشي. عايش جميل قوي، جميل قوي. بالراحه بقى في ماشي. حلو قوي. حلو قوي بركه، بس خلاص بقى. فان شاء الله قدامنا دلوقتي كتف امامي. مش عارف في اجهزه ايه هنا، الجهاز ده حلو بس في ناس كتير اوفر عنده، وانا الصراحه مش حابب العبه في تعال نجيب الجهاز هنا احسن. صعب قوي، مش هنقدر نشيله. عايز ونش. اه خلاص هنشوف هنلعب ايه تعال يا وهنقول لكم عم دلوقتي. نتخطف كده، نجيب تخطيف للجماعه يعني، نوري لهم شويه حاجات كده من ماشي هنحاول. تشكيله مثلا. هبهركم دلوقتي، انا احتمال العب مثلا. جايب ثانيه بس يا جماعه. جبتك في الفيديو يا عم. بس شغاله. ده جميل بس والله ما شاء الله. ما هو بسبب ان انا شربت عصير الحاجه، ما نقدرش. ما ينفعش بقى، بس كان دايت يا صاحبي، كان دايت. سكر بس برضه العصير. ايوه صح. بس هو يعني ايه حلو لحد ما مش وحش يعني، بس زي 3 كيلو والله يا جدعان في يوم الاثنين يعني، بس هنزلهم تاني هنزلهم. هننزلهم. خلاص بقى خلاص مش بزعل. ماشي يا باشا. يلا عشان نشوف التمرين ورانا. يلا خد. على فكره المايك في ايدك بس عشان تكون عارف، عشان ما تقولش اي كلمه قلت ادب في حقي لا لا يعني. انا محذر يابا. ماشي هنبدا. بسم يلا الله الرحمن الرحيم. هو الصراحه يعني انا بس الصراحة البنطلون الجهاز الجامد حلو ده انت يعني. جايبه منين؟ ايه؟ البنطلون الجامد ده انت جايبه منين؟ جايبه من شين اند زارا. من بلجيكا صح؟ لا 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 لا، استيراد خارج ده، مش من دمياط. لا حسيت صح؟ انضف حاجه في الفيديو. بسم الله. يلا يا اخويا علم. بعد في هنشوف الفاصل الموضوع ده بعدين. في الفاصل ما شاء الله يا اخويا. لازم العدتين التأكيدي دي. اهم حاجه. حتة ما تمسكش من هنا خالص، وحاول تمسك من بعيد عشان ما تشغلش التراية وتعزلها يعني. المدى بتاعه نفسه. ايه؟ المدى نفسها، المدى بتاع لا اللعبة. عشان الكتف مش مسؤول ان هو يعمل كده كده، انت دخلت معاه التراي، فلما تبعده كده التراي اصلا ما اتفردتش. صح. خش يلا تعال. انا ورا الكاميرا يا جماعه. هو بيخفف اوزان اهو، نعمل وزن مش تقيل بس. على راسي يا عم. اللي بيقول لي مش دي اللي عارف إيه بتعمل الاعاقه كلها. ايه؟ دي المشكله كلها. احلى جيم بلدي يا ولا. هبدا مني انا، بس انا مش هعمل انا مش واخد بالي. هبدا يا جماعه. بسم الله. خش ما شاء الله. ايه؟
عاش عاش عاش. يلا عشان انت بتلعب ببجي في البيت. بس انا نزلت يا عم والله حبه حلوين. اه ما شاء انا الله. مرض اهم حاجه لاجل هنتكلم على ده دلوقتي. فرح الخير. خش. ما شاء الله احمد في الدرسات تحفه يعني. الموضوع معاه بيبقى ايزي وفي السحب برضه. ايوه كده هما العادتين التأكيد يا ولا؟ مش عارف اعدي. ان شاء الله. يلا. انت البامب التمرينه. ايوه مش عارف اعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم يلا حاجه أخوي. لازم كده يعني. بسم الله. علم ان شاء الله. نقطة خمسة يا محمد. ان شاء الله اخوي. علم. جميل جميل. ان شاء الله علم. بميل بجسمك لقدام شويه عشان كده صح؟ بتجيب. حبة أتب يعني، حبة أحمد الدردان بقى. ده انت لسه لحد يا راجل. عشان العضله من قدام دي اصغر حته اساسا اللي انت بتتمرنها، فانت لازم عشان تجيب نسبه منها اكبر يعني. على الله. خش ان شاء الله. يلا يلا عشان شيل مواد شيل مواد كتير تقيله صح؟ بتقعد ليك وتمحي سنين. عاش ما شاء الله. جميل. ها اجمل. ماشي. ما تيجي نحط ان شاء الله. علم. اصعب من التمرينه انك تثبت وشك في التمرينه دي. لازم الرياكشن بتاعك يبقى ثابت. انا بعاني اكتر في ان انا اثبت رياكشن وشي، ما عادش اعمل ايموجيز كتير باخدوها سكرين شوت ولا حاجه تنزلوها تبعتوا لبعض استريكات حاجات زي كده. يلا عايزين شوية كوميك. ابقى عادل شكل. ايه انت عادل شكل هو بيتكلم فرنساوي بيبقى نفس اللهجه يعني. او حنبك. سهل. لا ده انا بقى وسخ من همبكه في الحاجات اللي زي دي. ايه لا انتوا يا جدعان ما تاخدوش عني فكره اللي انا، لا ده انا صعب قوي يعني في المواضيع دي. ده انا هلس خالص بس مش قدام الكاميرا، وراها على طول يعني. هو وراها الهلس كله دلوقتي. حبيبي حبيبي. يلا يا عم يلا عشان يلا. خليك قدام شويه. ايوه كده. الباور خلص، ما تعرفش اللي فايق. كمل كمل كمل. كمل يا كابتن. ما ينفعش توقف. انت عايز تعمل فورمه. خش. عشان الباور خلص. خلاص. شالك وشين في داهية. ايه؟ شالك وشين راح في داهية. يلا يا عم. عشان حلو قوي كده. تمرينه توب التوب. صوابع ايدي مش عارف افردها والله، ده عيب خلقي. صوابع ايدي والله، بس ده اكبر دليل ان التمرين صح. ادخل ولا يهمك يا داود حبيبي. والله يعني احمد عصفور اللي هو المفروض ورا الكاميرا يعني. أيوة. اول مره نعرف اسمك حاليا. فان شاء الله هيعمل فورمه كويسه، وهتكلم عنه يعني في فيديو المره الجايه ان شاء الله.
ممكن اتكلم عنه الفيديو لوحده اساسا يعني، عشان هيعمل ترانسفورميشن، عشان هنبدا تمرين يعني مع بعض، عشان في هو عنده مناسبه او عنده حاجه هو عايز يعمل لها، نعتبرها دخلة الصيف يعني، مع انه هو فرح خاله كذا حاجه يعني. يعني، بس يعني فرح خاله مثلا بتاع مش عارف ايه، كذا حاجه. عايز شويه اتنشن. ايوه مثلا، مع انها ما بتجيبش اتنشن قد كده يعني، بتجيب لك هيترز اكتر. بس عارف اللي هو ايه، انا كاره لك اللي انت تبقى بنفس الشيء، او مثلا معظم عدوك بمكارك، ودي حاجه حقيقيه يعني. عشان بس ايه نكون واضحين يعني، مش كل الناس اللي عامله كتله عضليه او حجم عضلي او كل الكلام من ده مش بيحب. المفروض تبقى في اخلاق للرياضه، لكن مفيش اخلاق. معظم الاخلاق اندثرت في هذا الموضوع والله العظيم. حصل والله، وانا مقتنع بهذا الشيء يعني. المهم انتصرونا. فبس لو كده كده خلصنا ان شاء الله تمرين. هنتمرن شويه كارديو يعني، وندردش سوا يعني عن مشاكل الكليه مع احمد يعني. كلمت كابتن عمار والله، مش عمار بتاعك، عمار واحد تاني خارج تبعنا كده، بس هيقول لك هيحل الحوار. مين؟ عمار ان شاء الله، ان شاء الله الدكتور بتاعك. بس كده. تاني حاجه حبيت اتكلم فيها وانا بلعب كارديو برضو، هي اللي بيتكلم بيقول لك ايه احسن اسبليت تتمرنها، او ايه مش عارف ايه والكلام ده كله. اول حاجه ان مفيش حاجه اسمها اسبليت معينه هتمشي على كل الناس وهتبقى احسن حاجه. ده اول حاجه. تاني حاجه اللي انت حابه اعمله. طول ما انت مالكش ما عندكش مثلا كابتن، وما عندكش حتى الكابتن بتاعك لو هو قال لك، او مثلا انت سالته تقول انا بحب الاسبليت دي، هو قال لك او مثلا بحبها ونفسيتي مرتاحه فيها، هو ما يعرفش يقول لك لا. او مثلا التمرين ده انا بحبه ومرتاح فيه وبحس بيه بتطور، هو ما يعرفش يقول لك لا وده مش احسن حاجه. حتى لو العلم قال لك لا هو مش حلو خالص، انت لو حبه اتمرنه. يعني مثلا الناس اللي لسه بتلعب في الاولد سكول والكلام من ده كله بتحب الاولد سكول، مع ان هم بيقولوا غلط انه مش حلو ومش، بس هو بيحبه. طب ليه ما بطلوش؟ ما هو اكيد حد قال له 2 و3 و4 ان التمارين مثلا دي ما عادتش موجوده، والمش عارف ايه وايه ما عادش موجود. هو بيلعبه عشان هو حبه مش اكتر يعني، هو نفسيته مرتاحه له. فما ينفعش تيجي تقول له انت لا انت ما ينفعش تتمرن ده عشان غلط. هو مش غلط، هو مش غلط. اي تمرين موجود مش غلط طول ما هو ما بيأذكاش يعني. مثلا التمرين اللي هي كانت من ورا كده تأذيك، ماشي ده غلط وما ينفعش يعمله. لكن اي حاجه تانية او اي تمرين تاني مش بيأذيك ومش بيعمل اي حاجه تضرك، وانت اصلا واخدها هوايه او مبسوط منها من اللعبه ذات نفسها عموما، اعملها وخلاص. ما بلاش تحط نفسك في حته ان انت ما ينفعش ما تعمله عشان الناس كلها بتقول غلط. يعني مثلا انا كنت شايف فيلم يعني دي بقى هعممها على كل حاجه، مش هسيبها بس للجيم. حته اللي انت بتاخد بمعايير المجتمع. يعني المجتمع بيقول ايه مثلا، ايه الميه دي غلط، او الميه دي صحيه اكتر من الميه العاديه، مع ان الكلام مثلا ده ما يكونش صح، بس المجتمع بيقول كده. خلاص انت هتعمم كل حاجه ان الميه اللي من الحنفيه غلط ومش حلوه ومضره، وكله هيتجه ان هو يجيب فلاتر عشان بس شركه مثلا معينه عايزه تعلن عن ده. هو اي نعم فكره الفيلم ما كانتش كده. فكره الفيلم ان كان في بنت جميله وسط مجتمع وحش. المجتمع اقنعها ان هي مش جميله وان هي وحشه وان هي شكلها زي الزفت، فكرهت نفسها مع انها هي اللي صح او هي الاحسن. فبلاش طول ما انت ماشي في طريق او ماشي في حاجه وانت حاببها وانت شايف ان هي كويسه، المجتمع لو كله بيقول لك ان هي وحشه ممكن تفكر في الموضوع. بس لو فكرت في الموضوع واستشرت ناس فعلا ملمه بهذا الشيء، او مثلا ناس انت بتثق فيها ثقه عمياء، وناس مستفيده منك انت شخصيا، ولقيتهم بيقولوا لك كمل، فكمل ما تسمعش كلام الناس وكمل على هذا النهج. وده يعني ده مبدئي يعني في الحياه. دكتور محمد اتفضل يا باشا. دكتور محمد، بسم الله. اول حاجه والسلام عليكم. السلام عليكم بتاعتي حاسه بتضحك شويه بس عادي يعني.
انا عمري مثلا ما جربت اعمل فيديوهات الكلام ده، بس موضوع يعني انا كده كده عايز ابدا حوار ستريم، تمام. واول يعني هدف ليا غير الكليه اللي هتشيلنا كتير يعني، بس ايه عامل هدف تاني او تالت عادي يعني. عاوز مثلا حوار الستريم ده ابدا فيه شويه، تمام. بس عشان اجيبه محتاج متطلبات كتير، محتاج البي سي نفسه، والبي سي ده الاساس، فاهم. حاجات كتير في البي سي، يعني اقل بي سي عشان تجيبه وتفتح عليه ستريم والعاب وكلام من ده، حاجه نضيفه وتشغل عليها نفس الكلام اللايف، الكلام نفسه بيبقى صعب، محتاج لك حاجه بي سي جامده، حاجه عاليه. فانا سالت شويه وكلام من ده، وقعدت اشوف ارقام يعني عاليه، فاهم. فانا هدفي قبل البي سي بقى اللي انا عايز اعمله عشان استريم الكلام ده، بنيت هدف ليا تاني، ان انا اجيب التجميع ديت، اجيب فلوسها الاول، فتمام. وبدات بقى مثلا ان انا اشتغل كلام من دوت باذن واحد احد يا رب يعني. فجمعت حبه فلوس حلوه ليا يعني. بدات ما حدش بيبدا كبير يعني، كده كده لازم تتعب كتير والكلام ده كله، بس اهم حاجه خليك واثق في ربنا. طالما انت مثلا شايف انك فيما بعد هتبقى فيه، كمل اتكل على الله، اسعى يا عبد نسعى زي ما بيقولوا يعني، تمام. فانا باذن الله منين ما اكمل الفلوس اللي انا عايز اعملها، باذن الله اجيب البي سي اللي انا بحلم بيه يعني، وهنبدا ستريم والكلام ده كله. ومعانا برضو اخوك كبير طالب الجامعي اكبر مني بسنه، مع دكتور محمد عياد برضو، ان شاء الله هيطلع معانا في الاستريمات برضو. واللايف كوتشنج قد الدنيا بتاعنا يعني. وعنده على القناه بتاعته برضو ما شاء الله حاجات كتير. ف كل المطلوب دلوقتي بس يعني وقت وتعمل اشتراك بس وكله بس يثق في التاني يعني، فاهم يعني. صدق اللي انت عامله وخلاص، ما يهمكش الناس يعني، سيبك مش قوي يعني، ما يهمكش الناس قوي، بس يعني ايه، اتكل على الله وسيبها على الله وخلاص. وده كان النهارده بقى في كله فيديو بقى يا رب اصدق بس ان شاء الله.